السلام عليكم البنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير. غتشوفوا معايا واحد البسيطلات ديال الحوت ساهلين ماهلين كما العاده، ولدات دغيا ان شاء الله غادي ان شاء الله نوجدوهم بساط بزاف بزاف. اول حاجه البنات غتشوفوا معايا واحد الشرموله المغربيه، شرموله ديالنا. هنايا هاد الشرموله غادي نخدموا بها جميع بزاف ديال الاشكال ديال المالح. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الحامض، يعني حامضه كبيره محكوكه هي القشره الفوقانيه. وعندي هنا شويه ديال الزعتر، واحد 4 معالق صغيره. وعندي شي شويه كما تيبان لكم ديال الزعفران الحور. وعندي هنا واحد شويه ديال حبوب الخردل. وعندي هنايا واحد نص معلقه صغيره ديال ازير، وربع معلقه صغيره ديال ورقه سيدنا موسى. وعندي هنايا البنات شويه ديال البصله المجففه، شويه ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه كبيره ديال التحميره. شرموله العاديه ديالنا. هذيك المعلقه الصغيره البنات مخلطه ما بين البصله المجففه وشويه ديال الثومه، تتجي لذيذه بزاف. غادي نجمع هاد التوابل ديالي، غنديرهم في هاد الزلافه حيت غادي نخلط كلشي وغادي نميكسي كلشي. هاد الشرموله هي اللي غادي نخدم بها. هاد البسيطلات هادو تيجيو لذاذين بزاف بزاف، ما فيهم شي حاجه. وحتى الا شطات لكم راه متضيع تتبقى تخدموا ديروها في الثلاجه وتخدموا بها مره اخرى. صافي البنات، كما قلت شفتوا هاد التوابل اللي عندي، وعلى حسب نتوما الا كان عندكم بصاط بزاف راه غادي تطوبلو. عندي هنا البنات عندي واحد فلفله كبيره مشويه ومقطعاها مكعبات. وعندي هنا واحد فلفله صغيره ديال حاره، دوك المزاود اللي تيكونوا هكا قصاور اللي تيكونوا في الصفار وفي الحمار وفي الخضر. عندي شي شويه ديال الثومه هكا بوماد. وعندي البنات هنايا شويه ديال الحامض المصير البلدي ديال الدار، تيكون هكا معسل. وعندي معلقه صغيره ديال المطيشه د الحك. هذا الخليط كامل كما قلت لكم غنجمع هذا الشيء كامل، وغادي باش تجيني واحد الشرموله اللي انا غادي نخدم بها الحوت، غنخدم بها كامل. اللي انا بزاف ديال المملحات تنخدمهم انا بهذه الشرموله هذه، كتجي لذيذه وسهله. وتندير واحد 2 معالق ديال العصير ديال الحامض. وعندي هنا البنات واحد المعلقه مع مراش ديال الصوص الصوجه ثقيله، ممكن ديروها ممكن ما ديروهاش، لكم الاختيار. الا كانت عندكم ديروها تعطي واحد نكهه زوينه، ما كانتش ما ديروهاش. وعندي هنا واحد 3 المعالق ديال الزيت البلديه. هذا ما كان البنات. هذا الخليط كامل كان عندكم شويه ديال كورنيشو غادي تسلقوه حيت يكون مالح، وحتى هو غادي تقطعوه اولا غتحكوه حيت هادشي كامل غنطحنو. وعندي شويه ديال الزيتون تنسلقو ما يكونش مالح كما شفتوا. انا الملحه ما درتهاش، قطعوه طريفات اولا الا كان عندكم غادي تميكسيوه ديروه بحال هكا. من بعد غنطحن كلشي، وقزبر ومعدنوس واحد 2 معالق نخليهم حتى للاخر باش ما يجينيش كامل داكشي خضر. غنطحنهم البنات ونرجع. طحنت البنات، ميكسيت دوك التوابل اللي تتشوفوا معايا. عاد غادي نزيد 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس. الشرموله ديالنا كما قلت لكم غنخدم بها ديال الحوت، دجاج، بزاف ديال المالح تنخدموا بهذه الشرموله هذه، تتجي لذيذه. صافي تتجي بحال هكايا كما قلت لكم. الا نخدم بها ولا شاط ليا شي حاجه تنخليها في الثلاجه او في الكونجيلاتور. صافي عندي هنايا الحوت اللي انا غادي نخدم غير عندي واحد 500 غرام ديال الكالامار اللي انا جايبها غاسلها، قطعتها دوائر وشحرتها شويه ديال الزيت والزبده عصير الحامض. صافي. ومن بعد البنات
تنقطعها عاد تنشحرها، تنقطعها بحال هكا. في الاول تكون بحال هكا دوائر، من بعد تنقطعو مكعبات، عاد تنسوطيهم بشويه كما قلت لكم ديال الزبده والزيت، عصير حامض، الملحه، الابزار. وعندي 500 غرام ديال الكروفيت اللي انا تنجيبها. 500 غرام ديال الكروفيت تتكون منقيه، تنجيبها تنغسلها مزيان حتى هي نسوطيها هي بشويه شويه، ما نخليهاش طيب بزاف. مليحه، بزار، عصير الحامض، زبيده، شويه زيت البلديه، صافي. وداك الماء ديالو كامل تنقطرو وتنديرو في كاسرونه، وتنزيد عليه شويه ديال الماء واحد اخر. هو فاش غادي ندير الشعيريه البنات، عندي واحد جوج هذوك ديال الشعيريه هادو، ماشي غندير هي جوج منهم. هاد الضمات جوج ديال الشعريه فيرميسيل ديال الروز، غندير هي جوج جويجات. غندير داك الماء حتى يغلى، وغادي نغطس فيه هاد الشعريه ديالي هي تجيب الغليه صافي، ونطفي ليها وتنصفيها. هذا ما كان البنات كما قلت لكم. هاد البسيطلات راهم ساهلين، فيهم هي شويه ديال الكروفيت والكرامار. كان عندكم الحوت الاخر بيض ديروه، ما كانش تكتاو فيه وهي بهاد شويه ديال الكرامار والكروفيت، تيجيو ولدات خفاف هكا في الصيف. الواحد يديرهم هكا الغداء العشاء، هكايا تيجيو يعني ماشي مكلفين. يعني شويه ديال الكروفيت والكرامار، كما قلت لكم اللي باغي يزيد فيهم شي حاجه يزيدوا صافي. وتنزيد البنات ديك الشرموله كما شفتوا، تناخذ واحد المعلقه وتنخلط كروفيت مع الكرامار، ساهلين ماهلين. وعندي هنا واحد الدنجاله مشويه مقطعاها مكعبات صغيره، ودايرها في مقله مع شويه زيت البلديه، قزبر، معدنوس، الثومه، عصير الحامض. وتنديها ونجيبها بلاصه الشامبينيو. تندير انا هاد الدنجال هذا. كان عندكم الشامبينيو طري ديروه، كان عندكم معلب ديروه، ما كانت عندكم حتى حاجه غديروا هذاك الدنجاله هكا طريه. وعندي واحد جوج فليفلات حمراء وخضره مشويين ومقطعين مكعبات ومصوتين بشويه زيت البلديه، شويه ديال الثومه. هذا ما كان، ما فيهمش، ما كاينش بزاف ديال كما شفتوا البنات. الشعريه ديالي درتها في داك الماء هكا حتى تنفخات، صفيتها قطعتها درتها في مقله، درت ليها واحد معلقه هكايا ديال الزيت باش تجي كلها هكا ما تجيش معجنه. وتندير لها شويه ديال الشرموله اللي حنا صاوبنا. درت شويه للحوت ودرت هنا شويه للشعيريه صافي. هذا ما كان. وغادي نزيد ديك الدنجاله اللي انا شاويه وقطعاها مكعبات ومصوطيها، ديتها وجبتها شويه زيت البلديه والثومه. وتنزيد ديك الفلفله الحمراء والخضراء اللي حتى هما شاوياهم ومقطعاهم مكعبات، وحتى هما مشحراهم شي شويه ديال زيت البلديه والثومه، شي شويه ديال الحار اللي تيبغي. ولكن الحار راه ديك السودانيه البنات اللي طحنت في الاول راها كافيه تعطي واحد المذاق ماشي حار بزاف، وداك الحار ديالها زوين، احسن من ديك السودانيه غبره، وحسن ليا من الهريسه. تعجبني هكايا هاد الفله هكا. تنجيبها نشويها وتنديها في قرعه الدجاج، وتنخوي عليها شويه ديال زيت البلديه، وتنخليها تنخدم بها، وتنخدم حتى هي بالزيت ديالها تتكون حاره صافي. البنات الشعريه ديالي خلطتها مع داك الفلفله الحمراء والخضراء وداك الدنجاله كما شفتوا يعني. ولا البنات عندكم شويه البورو ديروه تيجي لذيذ، حتى هو ما عنديش ما درتوش. الا كان حتى هو شحروه وزيدوه مع هاد الشعريه تيعطي واحد البنه زوينه بزاف. خدمت بداكشي اللي عندي في الدار كما تيبان لكم. وعندي داك الكروفيت والكرامر كما قلت لكم مشحر، زدت عليه هذيك الشرموله ديالنا، خلطت الجميع صافي. وعندي هنايا واحد شويه ديال لاصوص البيشاميل. درت لاصوص البيشاميل شويه ثقيله. لاصوص البيشاميل البنات راكم عارفينها، بحال تاخذوا واحد الكاس ديال الحليب، واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الطحين، تنذوبهم، تنزيد داك الكاس ديال الحليب ونحرك حتى تيتقال، شويه الملحه شويه الابزار. وزدت عليهم البنات انا واحد كيريه وخلطتهم، جاو هكايا فاش برد جاني هكا شويه ثقيل، ولكن تيعطي واحد التعليكه لهاد البسيطلات. وتنزيد شويه ديال الفرماج حمر. تنحاول البنات ما نطولش الفيديو، حيت انا الفيديو ما تنحملوش يكون طويل، ولكن تنبغي شويه نعاود الواحد باش وعندي هنايا كما ديما تتشوفوا معايا تنخلط البصله المجففه مع الثومه المجففه هكا تيكونوا منسمين، تيجي فيهم واحد المذاق زوين وخفيف.
زدت شويه مع هذاك لاصوص البيشاميل باش تجيني هكايا لذيذه بلاصه ما ندير الكوزه. درت شويه ديال الثوم وشويه ديال البصله المجففه، تكون هكايا مذاق بنين. صافي هذا ما كان. كما لاحظتوا راه ما درتش الفرماج راهي قليل، وعندي شويه ديال الزيت. غندير معاه شويه ديال العطريه ديال الحوت، العطريه البيضاء. صافي تنخلط هكا باش ندهن الورقه. كما شفتوا البنات هذا ما كان ساهلين ماهلين، ما تيطلبوش لينا شي مجهود وماشي مكلفين. صافي البنات غادي ناخذ هاد الاطار، ممكن ديرهم بريوات بسيطات صغيورين من هادو، بغيت نديرهم في هاد الحجم اللي انا درت. وعندي الورقه ديالي قطعتها على 4. ورقه ديال البخار في طبيعه الحال تكون رقيقه. كانت عندكم الورقه العاديه البنات، انا هنايا غادي ندير 3 ديال هاد المربع، هاد المثلثات ديال الورقه. كانت غليظه، غديري هي 2 حيت تجيكم هكا مغليظه بزاف. انا حيت كما تشوفوا الورقه عندي رقيقه، درت 3. درت وحده مقابله مع الاخرى ودرت وحده في الوسط باش هكا الحشوه ما تخرجش ليا. تندير شويه ديال ديك الحشوه ديالي ديال الحوت كما قلت لكم. هاد البسيطلات ماشي كبار ماشي صغار، متوسطين. تندير شويه ديال ديك تجيني بحال كريمه هكايا ديال لاصوص البيشاميل والفرماج حمر. وتندير شويه ديال الشعريه. صافي تمشي معهم بحال هكايا حتى تنكملهم البنات كاملين. كما قلت لكم بغيت ديروهم بريوات ديروهم، بغيت تصغروا صغروا، بغيت تكبروا، بغيت ديروا بسطيله كاع كبيره هي بالكروفيت والكرامار والشعريه والفلافل وهذا تجي لذيذه. صافي عندي هنايا بيضه بيضه واحده مطربه. صافي تندهن بها وتنجمع الوريقه ديالي. بسيطلات سامبل عاديين، هي انا باغيه نشاركهم معكم، ولا واحد كما تنقولوا دائما ولو هي فكره تتزاد راها مزيانه. وتندهنهم وتنستفهم في الطاوه. تناخذ الطاوه البنات نستف فيها البساطل ديالي وتندخلهم للفران. الفران تيكون سخون وتندخل الطاوه ديالي للفران. العافيه متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده، ونخليهم يطيبوا ليا تقريبا. غيطيبوا خصهم واحد شويه ونخرجهم. غندير لهم الفينيسيون ديالهم ونعاود نرجعهم البنات يكملوا الطياب ديالهم ونقدموهم. ساهلين ماهلين، ماشي زعما ما فيهمش بزاف ديال لي زيتاب ولو تيبان لكم، ولكن تيجيو لذاذين. هكا في الصيف الواحد تيبغي شي هكا شي حويجه هكا اللي خفيفه. تندير هاد الكريمه البنات تجي لذيذه. ندير شويه ديال الشعريه من الفوق. صافي وتنجمع تندهن بشي شويه ديال الزيت باش يجيو هكايا مقروشين. دهن بشويه د البيض وتنجمع. كما قلت لكم الا كانت الورقه غليظه ديروه 2، كانت رقيقه بحال هذه ديروا 3 باش كما شفتوا راه الحشوه تتبان ولو درت 3. وتندخلهم الفران. فاش تيطيبوا لي البنات البساطل ديالي يعني بحال كما تتشوفوا، انا ما فرشت ليهم لا بابي كويس ولا حتى حاجه، مباشره درتهم في الطاوه ودخلتهم عادي. تيخصهم باقي واحد شويه وتنخرجهم. وغادي عندي هنايا
كما شفتوا البنات عندي هنا شويه ديال اللوز، وعندي شويه ديال الزعتر، شويه ديال البصله مجففه مع الثومه، تنخلط الثومه والبصله وعندي هنايا شويه ديال الكنافه محمره، شويه ديال اللوز محمر، تنخلطهم البنات كاملين. ممكن ديروا غير فرماج بوحدو مع دوك التوابل، شويه ديال الزعتر والبصله والثومه تعجبوني، تعطي واحد المذاق زوين. ممكن ديروا الكنافه بوحدها، ممكن ديروا غير اللوز بوحدو، ممكن ديروا غير الفرماج بوحدو، اللي كاين عندكم ديروه. هنا البنات راه باقي خاصهم شي شويه ديال الطياب، تندهنهم بالبيض وتندير شويه ديال الفرماج على الوجه ديالهم بحال هكا، وتندير البنات هذاك اللوز مع الكنافه مع داك الزعتر والثومه والبصله، وتنحطهم في الطاوي يكملوا الطياب ديالهم ويجيو مقرملين. نعاود البنات، ممكن البنات اللي ما باغيش كامل غادي ناخذ واحد اتجاه ندير فيه هاد اللوز مع الكنافه كما شفتوا، هي النص، والنص الاخر ندير فيه الفرماج اللي بغيتو. انا عطيتكم جوج ديال الاختيارات، ممكن ديروا هكا، ممكن ديروا كامل تلبسوها بداك اللوز والفرماج لكم الاختيار صافي. وندخلهم الفران واحد 10 دقائق ما كامله، شي شويه يكملوا الطياب ديالهم ويلصق داك الفرماج، وتنقدمهم على هذا الشكل البنات، ساهلين ماهنين لذاذين خفافين. دغيا ان شاء الله غتوجدوهم، حيت كما تبعتوا معايا الفيديو ما فيهمش بزاف ديال القوام، ما فيهمش، وتيجيو من الداخل هي بالحوت والشعريه، وتجي ديك التعليكه ديال ديك الكريمه ديال لاصوص البيشاميل والفرماج، تجي معلكين من الداخل لذاذين كما تيبان لكم وخفافين. يعني نتمنى تجربوهم. يعني الواحد هكا في الصيف تيبغي كما قلت لكم هكا حويجات اللي هما يديرهم يتغدى بهم، يخليهم للعشاء، يديهم هكا في الخرجات. الانسان تيبغي شي حاجه خفيفه يديها، تيتكالوا باردين، تيتكالوا دافيين، وبالصحه والراحه وفي صحتكم وراحتكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله، بسلامه عليكم.